إذا الهدف الثاني للهلال، الهدف الثاني للهلال عن طريق اللاعب محمد عبد الرحمن قائد الفريق، الهدف الثاني للهلال. إذن اللاعب عبدول أجاجون يضيف الهدف الثالث للهلال، والهدف الثاني الشخصي له، هدف في الدقيقة 17 منذ انطلاق الشوط الثاني لمباراة الهلال والشرطة القضارف ضمن جولات مسابقة الدوري الممتاز هنا على ملعب استاد الهلال بأم درمان. إذن الهلال يتقدم على الشرطة القضارف ب3 أهداف دون رد. هدف جاء إذن الهدف الرابع للهلال، الهدف الرابع للهلال عن طريق اللاعب أبو عاقلة عبد الله. إذن أبو عاقلة عبد الله يضيف الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 23 منذ انطلاق الشوط الثاني لهذه المباراة. أبو عاقلة يضيف الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 23 لانطلاق الشوط الثاني لمباراة الهلال والشرطة القضارف مواجهة المقامة هنا على ملعب استاد الهلال بأم درمان. إذن الهلال يتقدم ب4 أهداف دون رد على حساب الشرطة القضارف، مباراة مقامة ضمن جولات مسابقة الدوري دون رد. إذن الهدف الخامس للهلال، الهدف الخامس للهلال توقيع اللاعب عبدول أجاجون. إذن هاتريك للاعب عبدول أجاجون 3 أهداف. السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم ووربريس أراب. إليكم تفاصيل المباراة التي تجمع بين فريق الهلال السوداني والشرطة القضارف. الآن نحن في الدقيقة 76 والهلال السوداني لا زال متقدم ب4 أهداف ل0، والنتيجة يعني لا زالت لم تنتهي المباراة. بعد نهاية المباراة نعطيكم النتيجة النهائية إن شاء الله. فالمباراة يعني نسبة لاحتكار الكرة فهي لصالح الهلال السوداني، فهو دخل بقوة لهذه المباراة، ونتمنى له إن شاء الله المزيد من العطاء، وأراكم في نهاية الفيديو.